هؤلاء الذين تبنوا الشبهات وبدأوا يميلون إلى الإلحاد والضلال، إن هؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من العبودية لله فإذا هم يعبدون شهواتهم ويعبدون الشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وإن هؤلاء هم أشد الناس اضطرابا في دواخل قلوبهم، وهم أبعد الناس عن السعادة والاستقرار النفسي. ولو سألت بعضهم ممن يتبنى الإلحاد أو تشجيع أهله أو يتبنى شيئا من الفكر الضال لرأيت فيه من الاضطراب والفساد في داخل قلبه وعدم الاستقرار، لرأيت فيه ما ينزع عنه سعادة الدنيا، وإن مات على ما هو عليه نزعت منه سعادة الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مر الرازي يوما وكان من كبار المتكلمين من كبار الفلاسفة، لم يتبع ما في القرآن والسنة ويهتدي بهدي الأئمة، وكان يغتر بعقله ويرى أن عقله يقدم على النقل. فمر يوما في نيسابور في طريق فالتم عليه الناس، الرازي له شهرة وجعلوا يسألونه، فمروا على امرأة جالسة على عتبة بابها على عجوز، فلما مروا بها قالت: إيش هذا؟ أي شيء هذا؟ من هذا؟ لماذا تجتمعون عليه؟ قالوا: هذا الرازي. قالت: إيش الرازي؟ أي شيء الرازي؟ قالوا: هذا الذي جاء ب1000 دليل عقلي على وجود الله. فقالت العجوز: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. تأتي ب1000 دليل عقلي؟ والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. فسمعها الرازي فرفع يديه وقال: اللهم أسألك عقيدة كعقيدة كعقيدة عجائز نيسابور. هذا الاستقرار يا ربي الذي تعيشه هذه العجوز في قلبها، مؤمنة بك، مطمئنا إيمانها بك بوجودك، ما عندها شك، لم يدخل على عقلها خلل ولا شبهة. يا ربي أعطني إيمانا كإيمانك.